مش هتصدق والله العظيم يا ابو الكباتن، كهربا بصراحه صعب على الواحد بشكل كبير جدا. محمود كهربا ابو الكباتن بعد ما كان نجم مصر في نادي الزمالك والنادي الاهلي، بعد ما كان بقى معشوق الجماهير خلاص في الدوري الليبي مع الاتحاد الليبي، وبعد خساره الاتحاد الليبي للدوري الليبي وبعد الاحداث المؤسفه اللي بتحصل في الدوري الليبي، نادي الاتحاد الليبي قرر الاستغناء عن محمود كهربا بعد ما كان خلاص بقى نجم الفريق الاول في النادي الليبي. ولكن كهربا ابو الكباتن مش يجي الدوري المصري عن طريق احد الفرق الخمسه الكبار او حتى السبعه الكبار، ده كهربا ابو الكباتن راح لفريق لسه صاعد جديد للدوري الممتاز، وهو فريق كهرباء الاسماعيليه، عشان ينتقل يا ابو الكباتن لفريق كهرباء الاسماعيليه على سبيل الاناره. انا اسف انا دايما بتكلم جد بس اللي فيه حكم. فبصراحه الواحد حزين جدا على واحد زي محمود كهربا، يعني موهبه كبيره جدا، واللي يشوف كهربا ده يا جدعان في شبابه كان حاجه فلته حرفيا. كهربا اللي عمل فلوس من الكوره لانه ببساطه دفعها في غرامات وفي مشاكل كتير جدا، وكمان لاعب ضيع تاريخه بين الزمالك والاهلي وخرج من الاهلي بشكل يعني مش مميز. فبصراحه موهبه زي موهبه كهربا دي كانت المفروض تكون في مكانه تانية خالص، ولكن هي دي كره القدم، ملهاش امان وعمرها ما كانت بالموهبه بس.